يبدو انه انشيلوتي ما بيعرف شو يعني ريال مدريد ومدى اهميه الكلاسيكو، الزلمه بيستنى ياكل سكور من الكلاسيكو عشان يروح يثبت ذلك في دوري ابطال اوروبا ويسوي رده فعل على حساب نادي برشلونه، بس مش بهالشكل. 3 كلاسيكو خسرهم من اصل 4 في موسم واحد، بين 4 كلاسيكوات دارت هذا الموسم اخر 3 انت خسرتهم وبسيناريوهات كل مره مختلف عن المره الثانيه. المتحمل الاول في الخساره لا هي الاداره ولا هي صفقات نادي ريال مدريد ولا حتى على مستوى اللاعبين ولا انانيه فينيسيوس ولا ارهاق بنزيما، انما مثل ما كنا بنلوم هو انشيلوتي الملام الاول. اليوم نادي برشلونه استطاع انه يقصي نادي ريال مدريد ب 2-1 وضربه بالدقيقه 91 الوقت المفضل لنادي ريال مدريد بعمل الريمونتادا، بعد ما كان ريال مدريد المقرب والاقرب لتسجيل الهدف، الى انه نادي ريال مدريد نادي برشلونه استطاع انه ينقض عليه ويسجل عليه هدف بالدقائق القاتله ويحسم على نادي ريال مدريد ال3 اهداف، بعد ما كان ريال مدريد وبرشلونه خلص سلم المباراه ونادي برشلونه كان تماما مستسلم للتعادل وراضي بالتعادل. بدون طولة كلام وبدون طولة حديث، صاحبكم انشيلوتي اليوم غلط غلطه كثير شنيعه. مبدئيا من بدايه المباراه يمكن كلياتكم شفتوا انه كريم بنزيما كان مرهق وجسمه صغير مش عارف يتصرف بالمباراه، وكان مع ذلك خط الوسط توني كروز ولوكا مودريتش بمنتهين تماما بعد ما قدموا مباراه كثير كبيره امام نادي ليفربول. وين غلط انشيلوتي اليوم؟ على مستوى التشكيله اللي دخل بها الاساسيه غلطوا بالثلاث تبديلات، هم توني كروز ولوكا مودريتش ومعاهم كريم بنزيما. جرى الكلاسيكو، بدا الكلاسيكو بشكل اكثر من رائع والمباراه متساويه من الفريقين، هجمه من هون هجمه من هناك، الى انه نادي ريال مدريد استطاع انه ينتزع الهدف الاول بسيناريو اكثر من رائع وهدف عكسي عن طريق اروخو. اجى برشلونه في اخر الشوط الاول بنهايه دراماتيكيه كمان استطاع انه ياخذ من ريال مدريد جول ثمين انهى بالشوط الاول بالتعادل. مش هون الغلط، الشوط الاول لا يلام عليه انشيلوتي، انما يلام انشيلوتي على اختياراته في ارض الملعب. توني كروس ولوكا مودريتش وبنزيما لازم يعرف انه لهم عمر محدد. على فكره انشيلوتي سبب اقالته او طرده من نادي بايرن ميونخ ونادي نابولي على نفس المبدا، انه ما بيحب اللاعبين الشباب بتاتا، بيحب يعتمد على اللاعبين ذو الخبره. النادي يروح يجيب لك لاعبين شباب ويخلي يستنى مثلا كارستيا او اي شباب عنده بالنادي انهم يطلعوا ويطلعوا المواهب اللي عنده، ما كان يعتمد عليهم تماما ويعتمد على اللاعبين الكبار بالعمر يعني. فنادي نابولي على ذلك ونادي وقتها نادي نابولي وقت نادي بايرن ميونخ قالوا له انت وين؟ يعني اوكي انت قدمت سيناريو رائع الموسم الماضي، حققت دوري ابطال اوروبا، بس مش كل موسم النوادي راح تسمح لك، مش كل مره راح تعتمد لي على الخبره. اليوم كريم بنزيما منتهي تماما، الزلمه لا يلام، طول الموسم اصابه، يرجع من الاصابه بيلاقي حاله 90 دقيقه اساسي، ما اعتمدت ولا 1% على الفارو رغم انه بدايته كانت مباشره مع نادي ريال مدريد. على الطرف الثاني توني كروس ولوكا مودريتش امام نادي ليفربول قدموا مباراه اكثر من رائعه ملحميه، ولكن العمر برضه له دوره، كان لازم ما تشاركهم اساسيين او على الاقل تشارك توني كروس وتخلي لوكا مودريتش كبديل بحيث انه يخدمك لباقي الموسم. لا طبعا انشيلوتي كان عنده نظره ثانيه انه يشاركهم كاساسيين وما بال بالعمر ابدا، على ذلك لقم الجولين باخطاء من انشيلوتي في تبديلاته. شايفين التشكيله اللي بداها انشيلوتي هاي بالاخير اخر ربع ساعه، هي اصلا لازم يبدا فيها تشكيله اساسيه. ليش طول الموسم معتمد على تشكيله 4-3-3 محسسني انه ما فيش تشكيله غيرها، او انك مدرب ما عندكش خبره ولا عندك تاريخ تعتمد لي عليها وكم تحرك بسيط وانك وهلا مشينا. يعني افضل تشكيله حاليا لريال مدريد تقدر تقول 4-2-3-1. رودريجو ليش دكه ما حدا عارف، برضه اسينسيو، ترى فالفيردي اخر موسم قاعد بيقدم مستوى جدا سيء ما بعد كاس العالم، اخر فتراته بيقدم مستوى كثير متذبذب، فليش قاعد بيلعب اساسي؟ انا ما عندي جواب، ويمكن انشيلوتي كمان بذات نفسه ما عنده جواب. شوف للامانه انه قدم اول مباراه واخر مباراه سيناريو حلو، اول مباراه برده فعل اللاعبين واخر المباراه بتشكيله عارمه جدا لريال مدريد وقويه، بس ليش ما بدات بهالتشكيله من البدايه؟ شو هو ذنبك او شو هو يعني شو واجهتك لهي الموضوع انت بذاتك مش عارف؟ طيب قلنا انه انشيلوتي يلام بهي الثلاث تبديلات، وين غلطه الثاني اللي انا قاعد بقول لكم انه كل مباراه على انشيلوتي، يعني مش معقوله بس عشان هالتبديلات فهو يلام بالخساره. غلطه الثاني باشراك كامافينجا وترك تشواميني على الدكه. شفتوا الفرصه الواحد على واحد لما ترتد من دفاع نادي ريال مدريد، تلاقي انه لاعبين برشلونه قاعد بياخذوا الكره مثل الهدف اللي جابوه لاعبي برشلونه الاول عن طريق سيرجيو روبرتو. الهدف اجى بسبب انه تذبذب هذا المركز، ما كان في اي لاعب قاعد بيغطي. كامافينجا شوي تلاقيه بيساند مركز الظهير، شوي تلاقيه بيساند خط الوسط، مش بمركز السي دي ام تماما. غياب تشواميني او مركز كاسيميرو اليوم كان مؤثر، حتى لما دخل تشواميني في المباراه شفنا ثبات اكثر على ارض الملعب، لولا الخطا الاخير اللي كان من كارفاخال اللي انا مش فاهم الشيب معبي راسه ولا هو ختير ولا العمر راح عليه، انا مش فاهم. الهدف اللي اجى الثاني اصلا كارفاخال كان قبله معرض تعريضه، انا هو مش فاهم ليش عرضها، ليش عرضته مش فاهم، عرضها بشكل هاتني جيبك المهم الكره تروح مني. كانوا بيلعب حجز خماسي، ارتدت الكره نادي برشلونه استغلها اكثر من رائع، ضرب ريال مدريد بوقت المحبب لنادي ريال مدريد. على الطرف الثاني انه نادي برشلونه ما كان قاعد بيقدم اي سيناريو بيقدم مثل شخصيه نادي برشلونه او انه برشلونه العملاق، قدم ربع ساعه بالشوط الاول وربع ساعه بالشوط الثاني بدايه الشوط الثاني، ولكن مش برشلونه بافضل حالاته. يعني لو بدا انشيلوتي ب 4-2-3-1
لعرف ينتصر. تشافي يحترم بتبديلاته انه ما تفلسف كثير وما اخذ بالعطاء كثير وما فوت تشكيله اساسيه وطلع تشكيله بديله ومثل ما عمل انشيلوتي، لا بدل تبديلات مركز بمركز، توازن باللعب، فوت لاعب سجل له جول، كف الله وفى 3 نقاط السلام عليكم. لا يغرك انه الليغا ما كانت محسوبه، الليغا كانت محسوبه حتى لو فاز ريال مدريد او تعادل، ولكن بهذا السيناريو ما احترمت شخصيه ريال مدريد. انت ما بتعرفش يعني ريال مدريد لا بالكلاسيكو ولا على مستوى الليغا يا كارلو يا انشيلوتي. قتاليه لعبها نادي برشلونه على مستوى الدفاع وعلى مستوى الوسط وعلى مستوى الهجوم، كانوا اضعف من نادي ريال مدريد على مستوى الوسط والهجوم، ولكن عرفوا يستغلوا مثل ما بيقول حاجتهم، اخذوا 3 نقاط الثمينه، خلي اللعب لك واحنا سددنا عليك اكثر واستحوذنا عليك اكثر وفزنا على ملعبنا بعد ما كنا صارنا يمكن 8 سنين مش فايزين على الكامب نو برشلونه. تخيل اليوم نادي برشلونه تشافي عرف انه ينتصر على نادي ريال مدريد، وعلى فكره هذا الرقم يحترم لتشافي، صنع له يا انشيلوتي مثل ما قلنا بالفيديو الماضي انه اكثر شخص بيصنع لتشافي ارقام هو انشيلوتي. والله العظيم ليش مش مصدقيني؟ مش تطبيل لتشافي. تشافي على فكره يحترم، بيلعب على اخطاء خصمه وهي نقطه ذكاء منه، بس كمان انشيلوتي صنع له تاريخ للرجال. انقذ الكلاسيكو اخر شيء فوز نادي برشلونه 2-1 بفوز مستحق على مجرى المباراه الكامل، ما تفلسفوا امام المرمى، ما ضيعوا كرات، ما استخدموا كروت مثلا عندك كرت على الدكه مثل رودريجو اسينسيو راميهم على الدكه، وبشارك فالفيردي اللي مستواه متذبذب بمركز مش مركزه اصلا، وبلعب مودريتش وكروس بعد ما هم كانوا تعبانين اصلا. ألف تخبط كان اليوم من انشيلوتي ريال مدريد، في ظل انه اصلا كان في شويه تعصب بالمباراه لانه اخر فتره نادي ريال مدريد قام على برشلونه على قضيه التحكيم. نادي برشلونه اليوم رد على ارض الملعب، اكتسح نادي ريال مدريد بثنائيه، اخذ ال3 نقاط الثمينه، كف الله ووفى وراحوا على بيتهم، او هم اصلا ببيتهم عرفوا ينتصروا على نادي ريال مدريد ب3 مواجهات. تعرفوا انه باقي لبرشلونه مواجهه واحده، اذا فاز فيها ريال مدريد بعد الرقم القياسي بفوز 101 على نادي ريال مدريد في الكلاسيكو، انتصر على نادي ريال مدريد ب100 مواجهه مباشره من بين الفريقين، في ظل انه نادي ريال مدريد فاز ب101 مباراه واحده فاصله. المدريدي حاليا بيفقد لزيدان، بيفقد لعصر زيدان. انجر الكلاسيكو بتالق لاعبين نادي برشلونه اللي حافظوا على شعارهم، عرفوا شو يعني نادي برشلونه، قاتلوا بالشكل الصحيح، عرفوا يستغلوا ال3 نقاط الثمينه. فاز نادي برشلونه تشافي على نادي ريال مدريد. انشيلوتي المتذبذب اللي قاعد يطلب اقالته اخر الموسم عشان ينطلق يدرب المنتخب البرازيلي. الف مبروك لكل عشاق لنادي برشلونه، اداء يحترم، ولا يغركم حتى لو نادي ريال مدريد كان فاز اليوم كان نادي برشلونه ايضا راح ياخذ الليغا. هذا كل شيء كان معنا بالفيديو، لا تنسونا باللايك والاشتراك لو عجبكم هذا الفيديو. الف مبروك لكل كتالوني، وبرشلونه فازت بشكل مستحق، اداء يحترم، قتاليه رجوليه. قصه اروخو وفينيسيوس اتوقع اليوم انها انتهت بتاتا لما شفنا الواحد على واحد. فينيسيوس مو اي مهاجم بيقدر يوقفه ولا حتى اي مدافع، اللاعب جدا مهاري جدا عنيد، ولكن ذكاء من تشافي انه يسلط عليه اروخو اللاعب البدني ويسلط عليه كمان رافينيا يساعد اروخو شوي. المهم انقذ الكلاسيكو، هذا الكلام ما بيفيد، فاز نادي برشلونه بشكل مستحق على نادي ريال مدريد. الف مبروك لكل عشاق نادي برشلونه. اذا عجبكم الفيديو اسلخونا اللايك ولا تنسونا بالاشتراك. كان معكم اخوكم ماجد من قناتنا وقناتكم. السلام عليكم.